السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. القصه اللي غادي نهضر عليها اليوم ديال واحد البنت اللي هربات من سوريا باش تعيش في امان وتكون مرتاحه، ولكن شنو هو المسار اللي كان كيتسناها؟ خليكم معايا حتى الاخر باش نعرفوا شنو وقع لرانيم من بعد ما خرجت من سوريا. احداث قصتنا وقعت في مدينه سولهيل في بريطانيا. مدينه سولهيل فيها تقريبا 125 الف نسمه، ومن بين هاد 125 الف ديال السكان كانت واحد البنت سميتها رانيم العودي. رانيم كان في عمرها 22 عام. من بعد ما وقعت الحرب في سوريا هربات رانيم ومشات لبريطانيا، وقدرات تدخل لبريطانيا من بعد ما تدخلت ليها الام ديالها وراجلها، حيت ماماها اللي سميتها خوله سليم وراجل امها اللي سميتو محمد كانوا عايشين في بريطانيا اكثر من 16 عام. تدخلوا ليها وقدروا يعاونوها باش تدخل لبريطانيا. رانيم كانت بنت ذكيه والاخلاق ديالها مزيانه، وكانت كدير الخير بزاف وكتعاون الناس اللي ما عندهمش، وبهذا الخير اللي كانت كدير الناس كاملين كيشهدوا ليها باللي كانت بنت ظريفه. كتقول خالت رانيم اللي حتى هي عايشه في بريطانيا باللي رانيم صوتها زوين وكانت كتحلم تدخل لعالم الموسيقى. ملي وصلت رانيم لبريطانيا واستقرات قدات اوراقها القانونيه، دخلت لجامعه سولهيل وتخصصت في الادب الانجليزي. رانيم كانت متحمسه بزاف لهذه المرحله في حياتها، خصوصا من بعد الظروف اللي كانت عاشت في سوريا. عمرت وقتها كامل غير بالقرايه، وملي كانت كتقرا في الجامعه تعرفت على واحد الشاب سميتو جان باز. ما عرفت واش نطقت سميتو مزيان، ولكن هو كان سميتو جان باز حتى هو هاجر لبريطانيا ودخل كلاجئ قاصر هربان من افغانستان. ملي دخل لبريطانيا خدم في واحد السوبر مارشي، ومن بعد دخل نفس الجامعه اللي دخلت ليها رانيم. جان باز غير شاف رانيم عجباتو بزاف وبدا كيحاول يتقرب منها، ولكن رانيم ما عطاتو حتى فرصه، حيت في ديك الوقيته كانت عندها علاقه مع شي شخص اخر ومتفقين باش يتزوجوا. وداكشي اللي كان تزوجات رانيم من داك الشاب وحملات منه، ولكن للاسف وقعوا بيناتهم شي مشاكل وطلقات منه قبل ما تولد. ملي طلقات رانيم رجعات لدار امها وراجلها وبدات كتحاول تعيش حياتها بشكل طبيعي وتركز غير على قرايتها وولدها. وملي غادي يعرف جان باز باللي رانيم طلقات غادي يرجع مره اخرى يحاول يبدا يتقرب منها. اول حاجه غادي يدير غادي يصيفط لها انفيتاسيون في الفيسبوك، ومن ثم غادي يبدا يهضر معاها. هنا رانيم غادي تعطيه فرصه وغادي تبدا تهضر معاه، وشويه بشويه غادي تطور العلاقه بيناتهم، وفي مده قصيره غادي يقرروا يتزوجوا. يعني غير بمده اشهر قليله من بعد ما تعرفت على جان باز وافقات رانيم تزوج به. ولكن هذا القرار فاجأ عائلتها وكلشي نصحها باش ما تزربش، وبقاو كيحاولوا معاها باش تبدل الراي ديالها، ولكن بلا نتيجه. للاسف رانيم ما سمعتش هضرتهم، وفي عام 2016 تزوجات رانيم وجان باز. داروا غير حفله صغيره عند عائلتها باش تعرف باللي رانيم تزوجات. ولكن هنا غادي يتفاجئوا عائله رانيم، حيت في هذا الاحتفال ما جا معاه حتى شي واحد من عائلته. حتى واحد من عائله جان باز ما كان حاضر، لا باه ولا مو ولا حتى خوتو، جا غير هو بوحدو. رانيم تزوجات هي وجان باز زواج رسمي اسلامي، كيف ما كنقولوا حنا الزواج ديال الفاتحه، ولكن ما كانش زواج موثق عند الحكومه البريطانيه. الصراحه ما عرفتش السبب اللي خلاهم ما يوثقوش الزواج ديالهم، ولكن على حسب ما فهمت من القضيه باللي الزواج والطلاق في بريطانيا معقد بزاف، حيت الاجراءات كتاخذ وقت طويل. جان باز من نهار تعرف على رانيم كان ديما كيحاول يقنعها باش ترتبط به، وملي عرفها طلقات رجع مره اخرى كيتقرب منها. كان ديما كيقول لها بلي غادي تعيشي معايا مرتاحه وغادي نحطك في عيني وما غادي يخصك حتى خير، حتى وافقات تتزوج به. العلاقه ما بين رانيم وجان باز من الاول كانت باينه غادي يكونوا فيها مشاكل، ولكن واخا هكاك وافقات تتزوج به، واخا تعرفوا غير بمده قصيره. وحتى عائله رانيم في الاخر وافقوا على هذا الزواج، واخا في الاول كانوا ما باغيينش، ولكن منين شافوا بنتهم مصممه ومقرره تزوج به، وحيت ما كانت كتسمع لحتى شي واحد فيهم، حتى هما وافقوا. كان جان باز معمر ليها راسها باللي حياتها معاه غادي تكون مزيانه احسن من اللي كانت عايشه مع راجلها. وحتى رانيم اقتنعت بهضرته وقالت حتى انا نتزوج ونستقر، وحتى ولدي يكبر في جو عائلي زوين وما يحش بنقص. ولكن غير تزوجات رانيم بجان باز من النهار الاول غادي يقول لها انت دابا ملكي، وحنا في العادات والتقاليد ديالنا ما عندناش شي حاجه سميتها الطلاق. يعني الا مشيتي حتى فكرتي شي نهار تسمحي فيا راك غادي تخسري حياتك وحياه ولدك وحتى عائلتك. حيت جان باز كان من قبائل البشتون، وهاد القبائل عندهم الطلاق ممنوع نهائيا، حيت كيعتبروا الطلاق عيب في حق الراجل وكيطيح من كرامته. يعني الا طلق مرتو راه ماشي راجل. هاد المعلومه غادي تخلينا نفهموا اكثر العقليه ديال جان باز. من بعد ما تزوجت راني بمده قصيره عرفات باللي غلطات اكبر غلط في حياتها، حيت جان باز طلع شخص كيبغي يسيطر ويمتلك الشخص اللي معاه. هادشي كان باين لرانيم من الاول قبل ما تزوج به، ولكن المشكل انه زاد اكثر من مور الزواج، ولا كيضغط عليها ويخلق معها مشاكل لدرجه ولا كيضربها
وما كانش كيخليها لا تمشي تشوف عائلتها ولا يخلي عائلتها يجيو يشوفوها. واخا هاد الظروف الصعيبه كامله اللي كانت كتعيش رنيم ما تخلاتش على قرايتها، حيت كانت الاولويه ديالها في حياتها ولدها وقرايتها. كانت باغا تامن لولدها احسن ظروف اللي يكبر فيها، ولكن مع الوقت بدات المشاكل كتزاد ما بين رنيم وراجلها. وباش يبين جان باز باللي هو شخص مزيان ورنيم هي اللي خايبه، كان فين ما كيمشي لشي بلاصه كيبقى يهضر على مرته بطريقه خايبه وباللي هي السبب المشاكل كامله اللي بيناتهم. كان كيقول لهم باللي رنيم انسانه ماشي طبيعيه، عندها مشاكل نفسيه. في عام 2017 جان باز غادي يقول لرنيم انا غادي نسافر لافغانستان باش نجدد الباسبور ديالي ونشوف عائلتي. وداكشي اللي كان. سافر جان باز وبقى في افغانستان لمده شهرين، وفي هذه المده كامله جان باز عمرو اتصل برنيم ولا سول فيها. هنا رنيم بدات كتحاول تواصل معاه وتتصل به، ولكن كانت ديما كتلقى التليفون ديالو طافي، وهذا الشيء اللي غادي يخليها تواصل مع عمو وباه اللي كاينين في بريطانيا. ومن بعد ما تواصلت معاهم غادي يقول ليها الاب ديالو باللي ولدو مشغول بزاف هاد الايامات في افغانستان. جاوباتو رنيم وقالت ليه ياك لاباس باش مشغول. غادي يقول ليها حيت مرتو قريبه تولد. هاد الخبر نزل على رنيم بحال الصاعقه، حيت جان باز صدقات عنده حياه اخرى في افغانستان اللي رنيم ما عارفه عليها حتى شي حاجه. جان باز صدق مزوج وعنده 3 ديال الاولاد ومرتو حامله بالرابع، وحتى وحده فيهم ما كانت عارفه بلي راجلها مزوج عليها، لا رنيم ولا مرتو الافغانيه. ولكن ملي رجع جان باز لبريطانيا واجهاتو رنيم، وحتى جان باز ما كذبش عليها، قال ليها بلي بصح مزوج وعنده وليدات مع مراته الافغانيه. هنا رنيم في البلاصه طلبات منه الطلاق، ولكن جان باز رفض وقال ليها انا قلت لك من النهار الاول اللي تزوجتك فيه راك وليتي ملكي، والطلاق هو اللي ما عمرك تحلمي به. هنا رنيم غادي تبدا تسجل اي نقاش واي مشكل كيوقع بيناتهم، حيت كانت حاسه بلي المشاكل بيناتهم غادي تكبر بزاف وممكن شي نهار تحتاج شي دليل ضده. رنيم كانت عارفه بلي جان باز زور الهويه ديالو ونقص من عمره باش يتقبل اللجوء ديالو في بريطانيا، باش يبين لهم بلي مازال قاصر، ولكن هو كان في عمره ديك الساعه 21 عام. من بعد ما دخل الجامعه عرفوه بلي مزور عمره وخرجوه من القرايه. ملي شافت رنيم بلي جان باز ما بغاش يطلقها هزات حوايجها وسمحات فيه ومشات لعند امها. جان باز كيف ما قلت كان عنده حب التملك وكيبغي يسيطر على رنيم. ملي شاف رنيم هي اللي سمحات فيه ما قدرش يتقبل هذا الشيء، حيت حس بلي الكرامه ديالو طاحت، ولا فين ما مشات كيتبعها وكيهددها، لدرجه رنيم ما بقاتش كتقدر تخرج بوحدها من الدار، خافت لا يقتلها ولا يدير فيها شي حاجه. منين شافتو ما بغاش يتفارق معاها رجعات مره اخرى هي ولدها عنده للدار، ولكن ملي رجعات تبدل معاها بزاف، ولات المعامله ديالو معاها خايبه ولا كيضربها على اتفه الاسباب. كانوا ديما الجيران كيسمعوا الصداع ديالهم، وشحال من مره اتصلوا بالبوليس وجاو اعتقلوا جان باز من الدار. ولكن رنيم واخا كان كيضربها ويتكرفس عليها عمرها بلغات به عند البوليس. رنيم ملي شافت راجلها غير ما كيزيد يعاملها خايب وكيضربها ما بقاتش قادره تحمل العيشه معاه، وغادي تقرر تسمح فيه مره اخرى، غادي تمشي تعيش مع امها. ومره اخرى جان باز ما غاديش يتقبل هادشي وغادي يرجع يبقى يهددها، وغادي يبدا يتبعها فين ما مشات، لدرجه غادي يبقى يبات قدام الدار ديال امها لمده 12 يوم متواصله. هنا العائله ديال رنيم عياو ما يحاولوا مع جان باز، كيحاولوا يهضروا معها غير بالعقل باش يخليها تعيش مرتاحه ويبعد عليها، ولكن بلا نتيجه، بحال كيكبوا الماء في الرمله حتى حاجه ما تبدلات. بقى جان باز كيتبعها فين ما مشات، وبكثره الخلعه اللي ولات فيها رنيم لدرجه في ديك الفتره كانت كتقول لصحاباتها باللي حاسه براسها قربت تموت. وبقى الحال هكا لمده عام، والوضع بين رنيم وراجلها كيزيد يتأزم، وحتى العائله ديال رنيم بقاو صابرين على هذا الوضع حتى شهر 8 2018. هنا جان باز غادي يتهجم على رنيم وعائلتها، غادي يضرب مرته ويهرس ليها التليفون. من مور هاد الحادثه رنيم غادي تعين محامي وغادي تعاود ليه كلشي بالتفصيل، من نهار تعرفت فيه على راجلها وتزوجات به حتى هربات من عنده ومشات لدارهم. هنا غادي ينصحها المحامي باش تمشي هي وامها للبوليس ويقدموا شكايه على راجلها، وهو غادي يكمل الاجراءات ديالو. وداكشي اللي كان، مشات رنيم وامها وقدموا شكايه عند البوليس، وبتاريخ 16 في شهر 8 2018 صدرات المحكمه امر كتمنع فيه جان باز يقرب من رنيم مسافه 100 متر، وإلا قرب منها غادي يتعاقب ويقدر يدخل الحبس. من بعد هذا الحكم بدات رنيم كترتاح شويه وكتحس باللي حياتها بدات كترجع لطبيعتها، قالت اخيرا وليت حره ومستقره. وفي ديك الوقيته كانوا خرجوا النتائج ديال الجامعه، تخرجات رنيم وهنا بدات كتخطط لحياتها. خرجت كتقلب على خدمه، ومنين خدمات كرات دار هي وولدها قريب من دار الام ديالها. كانت فرحانه حيت من بعد صبر طويل اخيرا تخرجات وخدمات والدنيا بدات كتضحك ليها. وبتاريخ 26 في شهر 8 2018 رنيم والام ديالها دوزوا النهار كامل وهما خارجين، مشاو زاروا خالتها ومشاو شراو داكشي اللي خاصهم،
وملي كانوا راجعين دازو جلسوا في واحد القهوه، ولكن اللي ما كانوش عارفين بلي جان باز كان نهار كامل هو تابعهم وكيراقبهم. وملي دخلوا للقهوه دخل موراهم ووقع بيناتهم نقاش كبير. كان جان باز باغي يدي رنيم معاه بزز منها، وملي ما بغاتش تمشي معاه ضربها قدام الناس اللي في القهوه، ولكن حتى واحد ما تدخل حتى جا مول القهوه وخرجوا منها. ديك الساعه جان باز مباشره ركب في طوموبيلته وهرب من تما. ديك اللحظه رنيم غادي تتصل بالبوليس وغادي تقول لهم بلي راجلها خالف امر المحكمه وتهجم عليها وضربها قدام الناس، وقالت لهم بلي هي والام ديالها ولاو خايفين بزاف وما بقاوش حاسين بالامان، ما عارفين شنو يديروا ولا فين يمشيو. قالت لهم خاصكم تعاونونا، حيت الا ما تدخلتوش ووقفتوه على حدو غادي يزيد يتمادى ويقدر يقتلني. هنا غادي يقولوا لهم البوليس بقاو في بلاصتكم حتى نجيو عندكم. وهما جالسين كيتسناو البوليس، جان باز مشى للمحل عند باه وهز معاه موس اللي كان الطول ديالو 30 سنتيمتر، ركب على طوموبيلته ورجع مباشره للقهوه عند رنيم، وبالضبط مع 10:15 ديال الليل. ولكن مول القهوه غادي يخرج حتى رنيم وامها، وغادي يبقاو واقفين في نص الليل برا كيتسناو البوليس باش يجيو. ملي شافت رنيم باللي دازت نص ساعه والبوليس مازال ما جاو عندهم، رجعت اتصلت بهم مره اخرى، قالت لهم باللي مول القهوه خرجها هي وامها وباللي راهم واقفين غير في الزنقه وخايفين بزاف. قالت لهم قولوا لي شنو غادي ندير. جاوبوهم البوليس وقالوا لهم خاصنا نجيو نشوفوكم بعدا وديك الساعه نديرو خدمتنا، وباللي ضروري خاصها تسنى البوليس حتى يجيو عندها. رجعات اكدت الهضره ديالها وقالت لهم باللي راها خايفه بزاف حيت بقات هي وامها في الشارع وممكن راجلها يرجع في اي لحظه. قالت للبوليس باللي غادي تمشي للدار ديالها، وداكشي اللي كان. ملي مشات رانيم امها للدار وصل جان باز للقهوه وبقى كيقلب عليهم ولكن ما لقاهمش، وملي عرفهم مشاو بحالهم ركب في طوموبيلته وبقى كيدور كيقلب عليهم. منين وصلت رانيم امها للدار ما لقاوش الساروت باش يحلوا الباب، يمكن من الزربه وحيت كانوا مخلوعين باغيين غير فوقاش يوصلوا للدار طيحوه في الطريق وما ردوش الباب حيت كانوا خايفين بزاف وما بغاوش يبقاو في الزنقه في داك الليل ويرجع ليها راجلها ويدير فيها شي حاجه. منين ما لقاوش باش يحلوا الباب ديك الساعه غادي قرروا يمشيو للدار ديال ماماها، ومع 11:45 دقيقه ديال الليل غادي تتصل رنيم بالبوليس للمره الثالثه وغادي تقول لهم باللي راها طيحات الساروت وما قدراتش تدخل لدارها. علماتهم باللي غادي تمشي للدار ديال ماماها، بقات كترغبهم باش يجيو دغيا ويعتقوهم. البوليس غادي يقولوا ليها غير توصلي للدار دخلي وسدي عليك الباب بالساروت، وإلا جا جان باز رجعي اتصلي بينا مره اخرى. ومنين وصلت 12:30 ديال الليل غادي يتصلوا البوليس برنيم، قالوا ليها حنا ما نقدروش نجيو عندك دابا، قالوا ليها حتى 8 الصباح عاد غادي نجيو عندك. انا ما فهمتش السيده كتقول لهم باللي خايفه بزاف لا توقع ليها شي حاجه، وهما معيطين ليها كيقولوا ليها ما غادي يجيو حتى الصباح، حتى يوقع اللي يوقع، يموت اللي يموت ويعيش اللي يعيش. رانيم بقات كترغبهم وكتقول لهم ما تخلاوش علينا راه حنا خايفين بزاف، وجان باز ممكن يجي في اي لحظه ويقتلنا، ولكن بدون نتيجه. ديك الوقيته اللي كانت رانيم مازال كتهضر مع البوليس كنبقى ليها شويه وتوصل للدار، يعني شي 2 متر ولا 3، وغير قربوا للدار بقات ام رانيم كتغوت حيت شافت جان باز خرج من الشجر اللي حدا الدار وجاي نيشان عندهم. ولكن ديك اللحظه ما قدراتش رانيم وامها يهربوا وما قدروش يدخلوا للدار حيت جان باز ما عطاهم حتى فرصه، مباشره هجم على رانيم وهي مازال كتهضر مع البوليس. بقات ام رانيم كتحاول تدافع على بنتها وكتدفعو يبعد عليها، ولكن جان باز كان قوي عليهم بجوج. ديك اللحظه سمع راجل ما صداع على برا وخرج يشوف شنو واقع. ملي خرج كيتصدم بمرته ورانيم طايحين في الارض وجان باز غادي كيجري هربان. ومن بعد ما دازو شي دقائق قلال عاد جاو البوليس ما جاو حتى ارتكب جان باز الجريمه ديالو، ولكن للاسف ملي وصلوا لقاو رانيم وامها مقتولين وكانوا مضروبين بطريقه وحشيه. كل ضربه كان العمق ديالها كيوصل حتى ل 8 سنتيمتر. وحتى من رئيس الشرطه اللي في ديك المنطقه قال لهم باللي هذا ابشع حادث شافوه في المده اللي خدمها كامله. وملي بقاو البوليس كيستجوبوا الجيران اللي في ديك المنطقه كلهم قالوا باللي سمعوا الصداع على برا، وملي خرجوا شافوا واحد الشخص كيجري وركب في الطوموبيل البيضاء. جان باز ولا هو المتهم الوحيد في هذه الجريمه ولاو البوليس كيقلبوا عليه في اي بلاصه. ديك الساعه جان باز مشى نيشان بدل حوايجو اللي كان لابس ولبس جاكيت اللون ديالو احمر وحسن اللحيه ديالو. في ديك الوقيته اللي البوليس كيقلبوا عليه صوراتو كاميرا المراقبه اللي كانت في واحد المحل ديال الماكله، شداتو الكاميرا كيشري الماكله وما مسوقش بحال الا ما دار حتى شي حاجه. قاتل مرته ونسيبته وعاد عنده الشهيه ياكل. داز تقريبا شي شهر والبوليس مازال ما قدروش يشدوه. ديك الساعه البوليس غادي يديروا مكافاه القيمه ديالها 5000 جنيه استرليني لاي واحد غادي يعاونهم باش يشدوه. ومن موراها بشي يامات لقاو الطوموبيل ديالو قدام دارو، مباشره دخلوا للدار قلبوها كامله ولكن ما لقاو حتى شي حاجه، ما لقاو حتى شي معلومه تقدر تفيدهم باش يقدروا يوصلوا ليه دغيا. هنا البوليس ما بقى لهم حتى شي حل من غير يعلقوا التصاور ديالو في كاع المدن باش اللي شاف تصويرته وتعرف عليه يبلغ البوليس. ولكن في الاخر غادي يتعرف عليه واحد الشخص وغادي يبلغ به.
تبعوه البوليس واعتقلوه في واحد الزنقه صغيره في مدينه سولهيل. من بعد هاد الحادثه الصحافه والناس ديال ديك المدينه بقاو كيضغطوا على البوليس باش يفسروا ليهم علاش ما داروا والو ديك الليله، علاش ما حاولوش يعتقوا رنيم وامها، واخا اتصلوا بهم 3 ديال المرات، خلاو حتى قتلها راجلها هي وامها عاد جاو. يعني كان بامكانهم يجيو قبل وينقذوها قبل ما يوقع هذا الشيء كامل. منين شافوا البوليس باللي الصحافه والناس كيهضروا عليهم قرروا يخرجوا بتصريح، قالوا فيه باللي داروا اللي في جهدهم باش ينقذوهم. الصراحه انا باليه ما داروا حتى شي حاجه، هادشي غير داروا مجهود، اما كون ما داروش ما عرفت شنو غادي يوقع اكثر من هادشي. وبتاريخ شهر 9 2018 داروا جنازه لرنيم والام ديالها خوله، وكانوا حضروا فيها بزاف ديال الناس. وفي المحاكمه ديال جنباز اعترف بالجريمه اللي دار، وقال باللي هو ندمان على داكشي كامل اللي دار. هداكشي كامل داروا في لحظه غضب حيت كان معصب بزاف من مرته. القاضي غادي يحكم عليه بالمؤبد مع امكانيه السراح المشروط من بعد 32 عام على الاقل، يعني حتى يدوز 32 عام ديال الحبس عاد يشوفوا واش يطلقوه ولا لا. وحتى من الحكومه البريطانيه فتحت تحقيق مع البوليس باش يعرفوا علاش ملي كانت رانيم كطلب منهم المساعده ما مشاوش عندها. ولكن ها هما حقوا معاهم، واش غادي ترجع رانيم؟ البنت ماتت واللي وقع. كنت تدخلوا في ديك اللحظه يمكن كون رانيم باقا عايشه. رانيم هربات من سوريا ومن المعاناه اللي كانت عايشه تما ومشات لبريطانيا باش تبدا حياه جديده وتعيش مرتاحه، ولكن ما وقعش داكشي اللي كانت كتمنى. من بعد ما عانات مع جنباز وقرات وصبرات باش تبني مستقبلها، في الاخر قتلها بلا رحمه. خالتها قالت للصحافه باللي رانيم كانت انسانه طيبه، كانت غير كتضحك وكتعاون الناس اللي محتاجين، وحتى من ولد رانيم خالتها هي اللي رباته وولات كتشارك في جمعيات محاربه العنف ضد النساء. الصراحه رانيم سافرت الاف الكيلومترات باش تعيش حياه مرتاحه، ولكن للاسف تلاقات مع انسان اناني كيحسب راسو عايش في غابه، والضحيه من هذا الشيء كامل هي رانيم والام ديالها. الغلط الوحيد اللي دارت رانيم هو تاقت في انسان ما يستاهلش ثقتها. الله يرحمها ويغفر ليها. هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال القصه. الى عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بطبيعه الحال ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعليقات لتحت. تهلاو ليا فراسكم وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.